في جزيرة جربة مكونات متعددة لخصوصيات متفردة بهذه الجزيرة طبيعية وبيئية ومعمارية. في هذا العدد الخاص جولة في المنزل الجربي في الحوش الجربي في مكونات معمارية فريدة نكتشفها في هذا العدد. مرحبا بكم. نحن أمام مشهد من المشاهد التي صنعت شهرة هذه الجزيرة وكل ما وصفت به من عبارات جمال وسحر، لكن لهذا المشهد جذور في التاريخ حتى نفهمه. المنزل طبعا هو مكونة من مكونات التراث الجزيري، وهو فضاء مجال تأقلم فيه الجربي منذ طبعا القدم، وطبعا في ظل تطورات أو في ظل ظروف وإطار تاريخي معين التجأ الجربي إلى هذا التصور حقيقة النموذجي لاستغلال الفضاء. في العصر القديم كانت جربة فيها تجارة التبادل على ضفاف البحر. المدن الكبرى القديمة هي مينانكس وهاريبيس مثلا وبورغو. بعد سقوط الدولة الرومانية وقع حدث هام هو الذي صنع هذا التحول، وكان وراء بروز هذا المشهد. لم يعد هناك أمن، تجارة التبادل لم تعد ممكنة، فهرب السكان لأمور أمنية إلى العمق واستنبطوا ما يعرف بتهيئة عمرانية ابتكروها للتأقلم مع الأحداث والأوضاع الجديدة. هذه التهيئة العمرانية التقليدية قامت على تقسيم الريف إلى ضيعات متوسطة الحجم من هكتار إلى ما فوق، هي ما يعرف بالمنزل. فالمنزل هو الفضاء الفلاحي المزروع، وهو وحدة ريفية وفي نفس الوقت زراعية يحتضن جملة من المرافق، وليس هو مكان الإقامة والسكن. كل حومة تنقسم إلى منازل، والمنزل في أصله هو مستغلة فلاحية يتوسطها المسكن أو ما نسميه بالحوش، وحول المسكن تتوزع المنشآت الفلاحية من يعني بيدر، من بئر وملحقاته من منشآت مائية، من مخزن لحفظ مؤونة الدواب، يعني منشآت يعني منشآت فلاحية مختلفة، يعني يستعين بها من يقطن في المنزل بالطبيعة للقيام بالأعمال الفلاحية المختلفة. في قلب هذا الفضاء نجد الحوش، والحوش هو مقر الإقامة والسكن، لكن هذا الحوش له مواصفات في علاقته بالفضاء العام. أول شيء يوجد دائما في قلب المنزل، وهذا الحوش مدرج في نظام كامل يعرف بنظام المنزل، وهذا النظام يقوم على أن المنزل هو ضيعة فلاحية إنتاجية تنتج، فهو إذن مكان للإنتاج والعمل، ولكن السكنة في قلب الفضاء المزروع. فوقعت ثنائية طريفة جدا أعطت لهذا المشهد مصدر جماله، وهي العلاقة بين المزروع والمبني، العلاقة بين الأخضر والأبيض، العلاقة بين الخاص والعام. هو في الآن نفسه يعني ينتمي إلى المجال الريفي، ولكنه أيضا ينتمي إلى المجال الحضري، باعتباره يحتوي على يعني موطن السكنة أو المسكن اللي هو الحوش. وهذه خصوصية يعني يتميز بها التنظيم العمراني التقليدي أو تهيئة المجال بجزيرة جربة. هذه التهيئة اقتضت أننا في جزيرة جربة من ناحية نجد ريفا، ولكن هذا الريف متحضر، يعني تقريبا هذه هي المعادلة التي حاول أهل الجزيرة إقامتها منذ قرون. وهذا يعكس تفاعل مع المحيط، تفاعل مع البيئة الموجودة. يضاف أمر هام لهذا المنزل أنه يحاط دائما بطابية، وهذه الطابية لها وظائف، وهي فاصل بين الخاص والعام، وهي طابية لتحمي المزروعات المنزل من الرياح،
خاصة الرياح الشمالية الشرقية المعروفة في جربة، ثم هو حاضن للحشرات والزواحف، فكل شيء مرتب للتأقلم مع الطبيعة وضغوطاتها وكذلك تحدياتها. هم في نهاية الأمر يعني يؤسسون علاقات اجتماعية في تفاعل مع محيطهم، وينتظمون ضمن شبكة من العلاقات في إطار الحومة، العلاقات العائلية والاجتماعية ضمن سياق يعني متكامل. للمنزل قيمة كبرى هامة جدا، وهو يحتضن إلى جانب الحوش مكان السكن مجموعة من المرافق هي جزء لا يتجزأ من الدورة الإنتاجية داخل المنزل. فنجد البئر ويكون في مكان عالي لضخ الماء من أعلى إلى تحت، ثم يوجد مرفق هام له قيمة كبرى في هذا الفضاء، وهو في أكثر الأحواش تجد كذلك حانوت للحياكة، لأن الساكن الفضاء هذا لظروف تاريخية اضطر أن ينوع موارد رزقه، والنجاح في قيمة الاكتفاء الذاتي. الجزيرة كانت محاصرة ل5 قرون في العصر الوسيط، وفي تلك الأحداث وفي رحم تلك التحولات التاريخية ظهر المنزل، فاحتاج ساكن المنزل أن يعمل لا بمنظومة صابة الزيت والزيتون يجب ينتظر مدار عام دوري حتى يستغلها، لا، هو يعمل في 4 إنتاجات كبرى: الفلاحة في قلب المنزل، البحر لأن البحر قريب وهو في فضاء جزيري، والحياكة، وفي نفس الوقت التجارة. يعني ضروري في الأصل ضرورات، ضرورة اجتماعية، ضرورة اقتصادية، باعتبار أن الحومة تحتوي أيضا على منشآت اقتصادية بارزة، يعني ورشات الحياكة، المعاصر إلى آخره. ولكن أعتقد أن البعد الدفاعي للحومة هو بعد يعني لا يمكن التغافل عنه. لكن المنزل كوحدة هو داخل في تركيبة أخرى هي تركيبة الحومة. الحومة تعريفها بسيط: جربة لم تقم على نظام قبلي ديموغرافي وسكاني اجتماعي اقتصادي، قامت على منظومة العائلات الصغرى، والعائلات تكون الحومة، كل عائلة في منزل، والمنازل تكون الحومة. لكن هذه الحومة فيها تخطيط، وهو أن تشد المنازل فيها وحدة، فهي وحدة تشدها الطرقات والتي تسمى الجادة، والجوادد هذه فما جادات رئيسية تربط بين حومة وحومة، وفما جادات داخلية في شكل عنكبوتي لأسباب أمنية. يعني طبعا الدفاع يبرز بالأساس عندما ننظر في المسالك الشعاعية التي تربط المنازل ببعضها البعض. طبيعة سكان الحومة يعني في إطار علاقات القرابة والعلاقات الاجتماعية الموجودة، طبيعة يعني يتبادلون الزيارات، يتبادلون العلاقات إلى آخره. إذا ثمة مسالك معينة فلاحية بالضرورة تربط بينهم. من خصائص هذه المسالك أنها شعاعية، يعني لا يمكن أن نتبين لها خط واضح المعالم. المنزل في هروب سكانه في القديم إلى عمق الجزيرة غايات أمنية، الابتعاد عن الشواطئ وخطر الغزو. ثم أن المنزل في عمق الجربي، والعمق الجربي عمق ليس كبير، ليس بعيد عن الشاطئ، معدل 15 كيلومتر على الدائرة، جعل السكان يستنبطون وسيلة دفاعية تقوم على مفهوم التشتت السكاني، والتي أدتها التهيئة العمرانية في نظام المنازل. التشتت السكاني يبدو للناس يضعف المجموعة السكنية، لكنه في تجربة الجزيرة يقويها عن طريق شبكة العنكبوتية للجوادد. هناك هذا سجله التاريخ، ربحوا فيها حروب غير متكافئة بين قوات كبيرة، أساطيل الإسبان وأساطيل جاءت من الرومان الصقلية، أنهم يجعلون الأسلحة أو الجيوش النظامية تفشل، لأنها إذا دخلت هذه المسارب دخلت متاهات، لابيرانت، الدخول إليها سهل والخروج صعب، وإذا ضاعوا فيها يموتون بسلاح آخر عند أهل جربة وهو العطش. ثم استعمال حرب العصابات عاشوها، استعملوا هندسة التهيئة العمرانية لممارسة حرب العصابات،
و4 حروب أذهلت المؤرخين، لأن 35,000 جندي إسباني ينزلون على شاطئ الجزيرة ويدخلون هذه المتاهات. ليس من السهل هزيمتهم، لأنهم لا يستطيعون استعمال المدفعية ولا المشاة ولا الخيالة، اضطروا أن ينزلوا إلى الأقدام، فأصبحت حرب متكافئة نتيجة هذا الضيق وهذه الشبكة العنكبوتية. جربة تعرضت إلى محن عسيرة وصعبة، خاصة يعني الفترة يعني الوسيطية من القرن العاشر إلى القرن ال15. يعني الغزوات كانت متتالية. عندما يتمكن الغزاة من اجتياز خطوط الدفاع الأولية على شاطئ البحر، أو التي تأتي بعدها ضمن الخط الدفاعي الثاني، يتمكنون من الوصول إلى الحوم. في هذه الحالة عندما يعني يقتحمون الحوم تواجههم هذه المسالك الشعاعية فيتفرقون فيها، ويسهل بذلك البطش بهم، لأن هذه الحوم هذه المسالك يعني لا يعرف يعني أمرها إلا من خبرها من سكان الحومة نفسها أو من الحوم المجاورة. تربط بين الأحواش في المنازل فيما بينها. إذن وهذه الجواد هي مسارب تسلك دائما طريق ملتوية لغايات، وتحدها من الجانبين الطوابي العالية المغروسة صبار وهندي، مما يزيد هذا المشهد في تناسقه وكافة مركباته جمال على جمال. ناهيك أن الجزيرة لا تملك تحصينات طبيعية يمكن اللجوء إليها، الجبال أو ما سواها. إذن أهل الجزيرة حاولوا أن يبتكروا من خلال هذا تنظيم المجال، أن يبتكروا نظاما عمرانيا أعتقد أنه فريدا من نوعه. هذا الاختيار لم يكن اختيار اعتباطي لدى أجدادنا، فهم يبنون الحوش دائما في قلب المنزل للابتعاد عن أعين الفضوليين، ثم لكي لا يقع إن شئت فيما بعد تشويه الفضاء. إذا كبرت العائلة وأرادوا أن يوسعوا يبنوا حوش إلى جانبه حتى لا يستغلوا استغلال غير عقلاني للفضاء، الأرض ثمينة في الجزيرة في كامل جزر العالم. ثم أن هذا الحوش يكون على مثل المرافق الأخرى على علو لأسباب مناخية، لأن كل فتوحات الحوش كبناية وكل منافذه مرتبطة باتجاه الريح في الجزيرة. وعندما تطأ قدماك المنزل ويجول خاطرك في زياتينه ونخيله وأعنابه ورمانه، لا شيء يشدك أكثر من ذلك سوى ما أبدع الأجداد والآباء في تشييده وأتقن البناؤون في تشكيل الحوش الجربي الأصيل. الحوش الجربي هو تعبير عن طريق المعمار لوجدان الجربي، لنمط حياة الجربي، حياته في الداخل وحياته في العموم. يعني ثم فضاءات في الحوش الجربي، ثم فضاء داخلي في نوع حرمة، وفي فضاء خارجي، وفي أشكال أخرى تتماشى وطبيعة الجزيرة، في مواد اللي يقع اختيارها، في يعني طريقة استعمال الماء، في طريقة ترشيد في استهلاك الماء، في طريقة طهي، في طريقة تواجد يعني في الفصول الأربعة. هذا هو الحوش الجربي، هو يعني عبارة لا اختزل كل يعني طرق وأساليب الحياة الجربية العائلية. الحوش في كليته في كتلته هو يقوم على ثنائية الانفتاح والانغلاق. هو ينفتح على الداخل، كل الفتوحات الشبابيك والنوافذ ولا في الداخل، لأن الحياة فيه تتم إلا في الداخل في حميمية مطلقة. في الخارج لا نجد فتوحات بالمرة، بل أن دائرته تمثل نوع من السور، ولهذا قلنا هو في شكل عام محصن، باستثناء نقطة واحدة وهي لا تخرج عن منظومة الأمنية، وهي الغرفة فيها شبابيك، وهذه الشبابيك لها وظيفة أمنية في المنطلق في القديم وهي المراقبة. إذن حتى هذه الشبابيك لا تتناقض مع اختيار هذا المعماري المجهول كالجندي المجهول لا نعرفه، وهو بناء لم يترك لنا اسمه لكن أمضى عمله. الحوش في حد ذاته يتكون من وحدات السكنة. الوحدة تتكون من بيت مستطيل الشكل، يتكون من جزء أوسط
هو الجزء الذي يستغل في الغالب للأكل أو للسمر في الليل إلى آخره، ولكن يعني يوجد من جهة يعني في طرفه من جهة توجد ما نسميه الدكانة، وهي تعلوها في الأصل قبة صغيرة. هذا المكان هو مخدع للنوم بالطبيعة. وفي الجهة المعاكسة أو المقابلة يوجد المستحم، يعني المستحم وتعلوه غرفة علوية. هذه الغرفة يعني تستغل في الغالب أثناء فصل الصيف، باعتبار أن المكان الوحيد الذي يطل على الخارج من وسط الحوش يوجد من خلال نافذة هذه الغرفة العلوية. أول ما يلفت النظر في هذا الحوش الداخلي هو وجود بناءات أو فضاءات مشتركة وأخرى خاصة. المشتركة هي الوسطية وسط الحوش، المطبخ بالضرورة هو مشترك، بيت العولة والسقيفة هذه للجميع، بينما الوحدات المكونة لمكان السكن هي الدار، والدار تقوم على مفهوم الخاص. بعض الأحواش تتكون من جزء هو خارجي، يكون أحيانا ملتصق بالحوش وأحيانا منفصل عنه، ما يسمى بمخزن الضياف. يعني كانوا يستقبلون فيه الضيوف الرجال كانوا يستقبلونهم في مخزن الضياف. الحوش العربي أول وقت اللي يبدأ البو عنده 3 أولاد 4 أولاد يبني 3 ديار 4 ديار. أول ما يبدأ في القبلية تسكن حتى هو أولاده الكل. يبني الدكان، بيت النوم هكي وسط الدار الصهرية، والغرفة للنوم للصيف، والخزانة نسموا فيها المستحان. هذا الحوش يجمع الأب وأبنائه في منظومة العائلة الزراعية القديمة، وهي عائلة تقوم على خاصة الوحدة والتماسك. هذا الأب يأخذ دار ويزوج أبنائه ويوفر لهم فضاءات خاصة، يأكلون حول مائدة واحدة، يسهرون الليل يتشاورون في الفضاء الذي هو الوسطية. في وقت معين الليل ينسحب كل زوجين إلى المأوى الخاص بهم، إلى المخدع الخاص بهم، وهي أين تبدأ الدار، فضاء الدار. وهذا الدار، هذا الفضاء الخاص له تركيبة تستجيب لوظائف معينة، يتكون من وسطية، ويتكون من دكانة هي بيت نوم للشتاء، وغرفة هي بيت نوم للصيف، وبيت استحمام تحت الغرفة بالضبط. كانوا يعيشوا عائلة واحدة، 3 كناين 4 كناين، يبني 3 ديار ومخزن ضيفان وسقيفة لونطري سقيفة، يعيش الماكلة مع بعضهم الكل، والسكن كل حد في داره. والولد نتاعو الكبير يبدا عنده صغار حتى 3 4 ما يحيرش، عنده خاطر الغرفة وعنده الدكان. هذا الأب يحافظ على تماسك العائلة وعلى أن يبقى أبنائه يعملون دائما في الحيز أو المجال الفلاحي الذي هو يشرف على حظوظه. الحوش يعكس هذه التركيبة، لأنه بجعل الأبناء والأب يعيشون حياة عائلية تقوم على التضامن والتعاون، وخاصة التواصل اليومي، تمكن هذه العائلة من النهوض بواجباتها في المزرعة باعتبارها مورد رزق لا يجب أن يتشتت فيه المجهودات. الحوش الجربي هو السيمة والميزة نتاع جربة. الحوش هذا بالنمط الهندسي نتاعو اللي يلم العائلة واللي نلقوا فيه المتطلبات العيشة معناها اليومية نتاع العائلة. إضافة إلى ذلك توجد منشآت مائية فسقية أو ماء ضمن تركيبة الحوش، ولكن يوجد في اتصال بالحوش وأحيانا في استقلال المطبخ اللي هو يعني لتحضير الأطعمة إلى آخره. ثم أشياء جمالية فنية مهمة جدا، هو الذوق الرفيع مع البساطة، ثم جودة الحياة لا كاليتي دو لا في، رغم هذا التقشر ناتج عن فهم ذكي لعوامل الطبيعة، ما يسمى بالتهوية أو التكييف البيولوجي أو الحيوي، البيوكليماتيزاسيون. الحوش بني بأساسات سميكة 50 سنتيمتر فأكثر بالحجارة، وحلوا مشكل التهوية الفتحات صغيرة. انتبهوا إلى قاعدة في الفيزيائية مشهورة أن الهواء الساخن هو خفيف والهواء البارد أثقل، وبالتالي
لم يستعملوا مثلنا شبابيك متر على 50 على متر 50، فتحنا انفسنا على كتل من الهواء تاتي من كل مكان ولا يبقى شيء في المنزل ولا يبقى ممر المنزل. هم حصروا الهواء الثقيل تحت وتركوا فرصة للهواء الساخن ليصعد إلى فوق ويخرج من تلك الفتوحات. نفس الشيء تدخل إلى حوش جربي، حاجة لغز حير الناس كثيرا وتم فهمه مؤخرا، وتدخل إلى حوش جربي هو محصن ومغلق تماما دائري، تدخل من باب واحد ومع ذلك تجده في الصيف بارد. لماذا؟ لأن الهواء الساخن كتل الهواء أو موجات الهواء تدخل، الحوش يحصر الهواء البارد ويجعله يبقى راسبا في القاع ويترك الهواء الساخن يتبخر. إذا هؤلاء الناس اكتشفوا أمورا مذهلة بالتجربة وبالملاحظة، ولم يفكروا في آخر يقلدوه، لم يأتيهم نمط خارج من وراء البحار، تعاملوا مع ذواتهم بدون عقدة فأبدعوا. وصحت فيهم تلك القولة الشهيرة وما يسموه بالمعادلة الصعبة: بسيط تلقائي متواضع لكنه جميل وراقي، بل وأكثر من ذلك فيه فن وعمق وثراء. سنوات تمر سنة بعد أخرى، قليل من هذه الأحواش ما بقي صامدا في مواجهة خطر الاندثار والانتهاء والفناء، لما تشتتت الملكية بين الورثة المالكين وابتعدوا عن الجزيرة وغادروها إلى وجهات عديدة. الظاهرة اللي نشوف فيها اليوم واللي تفشت بصفة حقيقة محيرة وهو اندثار. معناها ثم عملية طبعا ظاهرة حقيقة معناها مخيفة، هي أنه ممكن باش يجي يوم من الأيام هذه الأحواش اللي كانت حقيقة مميزة للمشهد الطبيعي للجزيرة باش تندثر. لكن حسن الحظ وأنه ثم اليوم عودة إلى هذه المكونة المحورية للتراث المادي الجزيرة، الحوش بصفة خاصة. تو الولد وقت يوصل ل 20 سنة 22 سنة يبدا يصور في الفلوس، يقول لك يا بابا اعطيني الوطا باش نبني وحدي. اش باش تبني؟ قال لك نحب نبني فيلا نسقر وحدي. حتى العرس ما عادش يعرس مع البو، حب يعرس وحده. صحيح بحث على الاستقلاليه، لكن بعد على الاصاله نتاعو، على الثقافه وعلى التراث نتاعو. هذا هو المؤسف في المساله. الوضعيه العقاريه هي وضعيه يعني ساهمت الى حد كبير في عدم يعني تشجيع ربما افراد من بعض العائلات حتى يقوموا بترميم احواش. احيانا يعني تجد من يريد ان يرمم حوش ولكنه يصطدم بورثاء اخرين لا يعني يقبلون بذلك ويصرون على التمسك بحقهم في ملكية ذلك الحوش. يعني هذا أمر أيضا موجود. الحوش للأسف لم نستطع التدخل المباشر لأنه يعود إلى الملك الخاص، وكم من تظاهرة نظمتها جمعية شانزليزيه جرب بالتنسيق مع المعهد الوطني للتراث من أجل استضافة مالكي هذه العقارات وطبعا الورثاء حتى يمكنوهم من معرفة ما يمكن طبعا القيام به من أجل صيانة هذه المعالم، وخاصة تقديم إضافة، لأنه ثم قيمة مضافة لما يقع طبعا صيانة هذه الأحواش وفعلا والقيام بها والنهوض بها، معناها حتى نخرج من هذا الوضع حقيقة الرديء اللي يعني قلة الرغبة فيها. معناها حتى الجيل الجديد هذا والجيل الصغير معناها يلوج على المرافق الجديدة العصرية، معناها بيوت تكون مسكرة وفيها مكيفات وفيها هذا كل معناها بعد شويه الحوش اللي هو فيه الحاجات هذوما معناها طبيعيه معناها. لكن يبقى هو دائما بالنسبه للجزيره يعني رمز بالنسبه للجزيره، وهو يعني مناره. هذا الحوش الجربي والجامع الجربي اللي هو تعرفوه مواصفاته وكل هذا مقومات الجزيره، احنا في اعتقادي ان من مصلحتنا باش نحافظ عليها كخواص وكدوله يعني جماعات محليه وكجمعيات، واحنا ننصهر في هذا. كانت مبنيه بطريقه معناها توفر الراحه في العيش في الحوش هذاك، لكن توا ولات معناها الناس السلطه العصريه شويه تبعد
على الحوش، وتبعد تحب المرافق العصريه، توسكي مكيفات وسخانات. مع الاسف اهل الجزيره ربما لاسباب اقتصاديه، ربما لاسباب يعني ضغوطات اخرى خلت ان نتركوا هذا النمط نتاع البناء، وهذه ربما خطا، نعتبر لنا خطا. يعني حتى احنا الان احنا في جلاله وفي اماكن اخرى ربما لما نمر منها نشوفوا اشكال جديده، وهذا الجديد دائما ربما ماهوش يلبي رغبات حينيه انيه، لكن ماهوش يتماشى هو والتراث الجربي، وهو اذا كان بين الظفرين نعتبره ثم هويه في الجزيره هذه، والجزيره عندها طبيعه كما كل الجزر في المتوسط، وهي من اهم الجزر في المتوسط. ومع ذلك يبقى أمل قائم وجذوة متحفزة للمحافظة على موروث معماري فريد أضحى علامة من علامات الجزيرة حين هيئت مجموعة من الأحواش على قلتها باتت منتوجا سياحيا إضافيا فيما يعرف بالسياحة البديلة. وممكن تلقى معناها بعد ما زالت أحواش قدم في شيرات واتزبيب صندي والغ ميدون، ثم رجوع، ثم الناس رجعوا لها على اساس باش يستغلوهم حتى استغلال اخر في اطار معناها ترميم وادخالهم في اطار حركيه ثقافيه هكا تاع دي ميزون دوت معناها معناها تستضيف فيها اجانب وسياح، دونك في اطار معناها الشغل معناها مش للسكنه ولا حاجه. الحوش اللي اخترت ان اقطن فيه، ان اسكن فيه مع عائلتي، معنا بنيته عام 94 يعني 96 استقريت لنا، يعني مثل هو الشأن بالعديد من المواطنين في جربه بحقيقه بالقيمه الاستثنائيه لهذا لا. وطبعا لما قررت ان استقر في هذا المكان حبذت ان يقع طبعا ان نلتجئ الى هندسه الحوش، وهناك طبعا عراقيل أو ما يشبه العراقيل أو ما تسمى بالعراقيل بالنسبة لكل من يسعى إلى أن يدافع عن فكرة أن الحوش لا يستجيب إلى معناها متطلبات العصر. كيف نحافظ على هذا الحوش مع إجماعنا حول قيمته التراثية المتحفية الفنية، جزء من ذاكرتنا يروي قصة طريفة من نضال أجدادنا في تحديهم للطبيعة وفي توصلهم إلى نمط أثبتت كل الآراء أو اجتمعت الآراء حول قيمته، وضغوطات الحياة وضرورات الحياة العصرية. هذه معادلة معناها صعبة بمعنى الكلمة. الصعوبة الأكبر هي كانت فيما يخص التواصل بين الجهات الثلاث في الحوش، يعني ضرورة المرور بالوسط الحوش للذهاب إلى المطبخ أو للذهاب إلى أي مكان آخر. هذاك تقريبا عالجناه، المهندس اللي قام بالوعد عملنا طبعا ممر داخلي بدون الخروج بوسط الحوش، وكأني يعني في فيلا، وحافظت على المظهر الخارجي للحوش مع طبعا استجابة إلى متطلبات العصر، ومعناها عملا بالشروط اللي توفرها اللي تطلبها طبعا العائلة الحديثة اليوم، اللي ما تعيشش في نفس الإطار اللي معناها كانوا يعيشوا فيه في السابق. أعتقد أن القضية هي بالأساس مطروحة في مستوى لا حل أطراف المعادلة والتوفيق بينها، مطروحة في فهمنا للتوظيف. أولا لا يعني أن التوظيف هو استنساخ للماضي، وهذا خطأ ارتكبه أجيال كثيرة في التراث، وهو ظنوا أن التراث هو عملية إحياء من أحيا الميت لا يحيا. لماذا؟ لأنه ولد في سياق تاريخي لحاجات لا نسقط في الماضوية، وهو التفكير عدم. لا يمكن أن نعيد الماضي فكريا لأن وقتها ضد التاريخ، ولهذا الحداثة لها شروطها. أن نحترم قانون التطور التاريخي، فالحوش لا يمكن أن نعيده بنفس الشكل والوظيفة القديمة، فذاك عبث. احنا حتى في مناطق اخرى من البلاد التونسيه، يعني البناء العمودي اللي هو ربما عوض البناء الفردي، وضغوطات ويعني عمليات يعني مستلزمات التهيئه العمرانيه والتهيئه الترابيه، كل هذا ساهم في هذا. ولكن انا اقول جزيره جربه من مصلحتنا جميعا ان نحافظ على الشكل نتاع البناء هذا. انت مثلا في الحاره اللي اسمها الرياض الان شفت التغيير الحاصل فيها، واللي هي تو اخذت صيت عالمي دولي بالتظاهرات
الفنيه لوقت. شوف التغييرات اللي يحدث فيها بعض اصحاب المشاريع باش الحواش هذيك تحافظ يعني على بعض ميزات الحوش وتبقى تولي تصبح تستغل في مجال السياحه والاقامات. يجب أن نجد الحل السليم، وهو أن نأخذ كل مواطن القوة فيه كتجربة، والعبارة التي حولها يا جماعة وذات دلالة، وهو نستوحي الانسبيراسيون سنسبير، نستوحي من تجربة أجدادنا في الحوش كل القيم الجمالية والوظيفية، الفوائد يعني نقاط القوة، ونحافظ على خاصة موقعه في الطبيعة. منذ سنة 2000 فصاعدا بدأت ظاهرة جديدة، وهو اهتمام بعض المستثمرين في المجال السياحي وفي المجال السياحي الثقافي بوجه عام على الاستثمار، استثمار هذه الأحواش، توظيفها بالأحرى توظيفا ثقافيا. ظهرت تجارب في بعض المتاحف في جزيرة جربة لن نذكرها بالتفصيل، ولكن أيضا أقدم بعض المستثمرين في القطاع السياحي على توظيف الأحواش. أرى أن الحكاية ممكنة. لماذا؟ لأن ترميم حوش بشكله القديم والتعنت بالمحافظة على وظيفته القديمة لا تنجح، لأنه سيبقى خاليا. والقضية في التعمير والتوظيف هي يجب أن يكون عامرا، ويجب أن يكون له، ونقولها بموضوعية حتى لا نبقى نتكلم في مثالين، يجب أن يكون له مردود ووظيفة، لأن له تكلفة وله كذلك ناس تعمره وتحميه، حتى حراسته ومراقبته هي ضريبة أحيانا. منظومة معمارية متفردة تحكي قصة وحكاية إنسانية خالدة في فضاء جزيري مفتوح لكنه مغلق في آننة، يكابد أهل الجزيرة في المحافظة عليها وحمايتها حماية حقيقية من الزوال والاندثار، لما انطلق سعيهم إلى إدراجها في قائمة التراث العالمي التي ترعاها منظمة اليونسكو. مركز الثقل في ملف الذي تنوي جمعية صيانة الجزيرة تقديمه في إطار ترشح لليونسكو، في إطار ترشحها لتسجل في قائمة التراث العالمي. نقطة القوة لماذا؟ لسببين. هو أن نظام المنازل والحوش هو نمط فريد من نوعه في العالم باتفاق كل الأطراف، وهذا شرط أساسي من شروط اليونسكو. إذن هذا التفرد ما يعبر عنه لا نظير له، وهي تبحث الشرط الثاني الذي يوفره المنزل والحوش، وهو شرط مهم جدا، وهو أنه يروي قصة أو لقطة من قصة البشرية عبر التاريخ، حضارية ذات قيمة حضارية. ما كنا نتحدث عنه عن قصة المنزل، له قصة ضاربة في العمق التاريخ، والحوش كيف استجاب لحاجيات في العصر الوسيط. إذن هذه قصة طريفة يرويها هذا المركب المنزل والحوش، وهي تبقى لها طرافة وتبقى أصيلة باعتبار أنها ما زالت تمام. هذه نقاط القوة في هذا الملف. أعتقد أن الجانب الخصوصي في جزيرة جربة الذي يمكن أن يؤسس ملفا طموحا لإدراجه ضمن قائمة التراث العالمي، هذا الجانب تعكسه الهندسة التقليدية الجربية في تفاعلها وفي انغماسها في التهيئة التقليدية للمجال. جانبان لا ينفصلان، يؤسسان خصوصية لا نظير لها أعتقد خارج مجال الجزيرة. إنها الهندسة التقليدية في بساطتها، وبساطتها توحي بجمالها، ولكن في تفاعل كل ذلك مع التنظيم التقليدي للمجال. نحن الآن نحاول أن نجد التجارب البكر، التجارب التي كانت في مأمن من هذا، ونحاول أن نقدمها في وحدة متماسكة لتخرج للناس وللإنسانية بإرث فريد من نوعه، ولتروي لخبراء لنسكي تروي لهم قصة طريفة قلما سمعوها. الملف العلمي والتقني اللي معناها من واجبنا تقديمه، او وزاره الثقافه تقديمه لهيئه التراث العالمي، يجب ان يكون معناها ملف معناها يستجيب لكل الشروط وكل المعايير المفروضه من طرف هيئه التراث العالمي،
وبالنسبة لجزيرة جربة حقيقة معناها ما يمثل قيمة استثنائية عالمية، ليس بالهين وليس بالسهل. التفكير ما زال متواصل. عملنا طبعا حددنا نسبيا ولو مش بصفة نهائية معناها القيمة أو طريقة التعامل الجربي مع المجال الجغرافي تاعو، يعني نمط استغلال الفضاء. وهوني معناها المنزل سوف يكون معناها مكونة من مكونات الملف. الجوانب متداخلة ولكنها كلها تتلخص في شيء اسمه خصوصية المجال وخصوصية المعمار. لكن نعتقد أن بقوة الإرادة وتضافر المجهودات، حيث التزم أو إن شئتم أخذ على عاتقه الأخصائيون من أبناء الجزيرة، معماريون والذين يغيرون على التراث، على عاتقهم مهمة النجاح وفق هذه الرؤية، أن نقوم بالتعاطي مع ما يمكن الآن إنقاذه في إطار كأنه محمية.